السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندكم بقى صدر فرخة ومحتارين ومش عارفين تعملوا ايه بيه؟ تعالوا بقى هقول لكم على وصفتين زي القمر هنعملهم النهارده بطريقة موفرة جدا واقتصادية جدا. هنضيف اضافة كده هتزود الكمية وهتديها كمان طعم مميز جدا. هنعمل كفتة فراخ وكمان هنعمل بانيه الشركات. تابعوني لحد اخر الفيديو، بس اهم حاجة لو كنتوا بتشوفوني اول مرة لايك وشير واشتراك في القناة لو الفيديو عجبكم. بسم الله ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا الفيديو بتاعنا. يلا بينا. بسم الله يا بنات ونبدا. ده بقى صدر الفرخه فرمته، طبعا فرمته فرمه ناعمه. هبتدي انزل عليه ببصلايه مفرومه ناعم، مفرومه بقى مبشوره زي ما تحبوا. كمان هضيف عليه بقى الاضافه اللي هي هتضعيف الكميه، بطاطسيه كبيره مسلوقه ومهروسه برده ناعم. دي بقى هتديلي قيمه غذائيه وكمان هتزود الكميه. بعد كده يا بنات نزلت بالتوابل. عندي ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من بهارات الفراخ طبعا، والملح، معلقتين كمان كبار من البقسماط. يفضل طبعا البقسماط الجاهز، تمام، لان طبعا بيبقى فيه توابل بتدي طعم مميز للكفته وكمان بتدي طعم مميز لبانيه الشركات. معلقتين من الزيت ونقلب كله مع بعض. هتلاحظوا ان انا ما حطيتش توابل كتير، البقسماط فيها توابل فانا مش عايزه التوابل تغطي طبعا على ايه، طعم الكفته. احنا عارفين يا بنات ان التوابل كتير بتغطي على طعم الاكل، فانا ما بحبش اضيف توابل كتير. ما علينا. المهم ابتديت ان انا اصبع الكفته طبعا، بس قبل ما اصبعها حطيت خليط الكفته ده في التلاجة لمده كده ايه 10 دقايق، تمام. وابتديت بعد كده ان انا اصبعها، طبعا عايزه كبيره عايزه صغيره زي ما تحبي. نيجي بقى نعمل الشكل التاني وهو بانيه الشركات. احنا طبعا مش عايزين الطعم، لا عايزين الطعم وكمان الشكل. طبعا هاخد قطعة من الفراخ وهبتدي ان انا الفها كده زي ما احنا شايفين، بس هنخلي الجزء اللي من فوق تخين شوية والجزء اللي من تحت رفيع. وبعد كده هاجي ايه من فوق كده، اجي ضغط كده عليه ايه بايدي، وابتدي ان انا اظبط الشكل وبيبقى شكله كده تمام. طبعا يا بنات لما نضيف الغلاف الخارجي الشكل هيتظبط معانا اكتر. شايفين ما شاء الله الكمية ازاي من صدر فرخة واحد، حاجة مضمونة وعلى قد ايدينا وانضف 100 مرة من الجاهز، حاجة انتي عاملاها بايديكي. المهم يا بنات هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة، وكمان التشكيل سهل جدا. يعني ايه، احنا التشكيل مفيش اسهل منه يا بنات. كده احنا ضامنين احنا بنأكل اولادنا ايه. بصراحة الحاجة الجاهزة اللي بره ما بقتش مضمونة، فاحنا خلينا بقى الحاجة نعملها لهم في البيت اسهل واوفر وانضف كمان. المهم يا بنات ابتديت ان انا اجهز للغلاف الخارجي. عندي بيضة وكمان عليها رش من الفلفل ورش من الملح، تمام. هبتدي بقى اضرب ده كله مع بعض. بعد ما ضربت البيضة مع الملح والفلفل كويس هبتدي انزل عليها بربع كوباية من الحليب، هضربهم برضو مع بعض وهسيبهم على جنب. وهبتدي ان انا اجيب كوباية من الدقيق عليها رشة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، رشة من بهارات الفراخ. وعندي كمان هنا البقسماط ده جاهز مش هضيف عليه اي اضافات. هاخد بقى الكفتة، هنزل اول حاجة في الدقيق، لازم انزل الدقيق الزيادة كويس من الكفتة. بعد كده هبتدي انزل بالكفتة في خليط البيض واللبن. بعد كده هغلفها كويس طبعا بالخليط، وهبتدي اخر حاجة هنزل بالبقسماط، تمام. لازم تتغلف كويس، واهم حاجة ننزل بالبقسماط الزيادة وده بيكون شكلها. نيجي بقى هنا ايه لبانيه الشركات، هنزل طبعا في نفس الخليط. وهنا بقى عندي بقسماط كريسبي. البقسماط ده الكريسبي او المقرمشات دي بتجيبيها من السوبر ماركت، تمام. ضفت عليها بس ايه معلقتين من البقسماط، لان انت لو ما ضفتيش عليها معلقتين من البقسماط مش هيمسك كويس في ايه قطعه البانيه. اهم حاجه كده ان انا اضغط على قطعه البانيه في البقسماط، وده بيكون شكلها. شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله تحفه جدا. هخلص بقى الكميه كلها كده بنفس الطريقه، بس اهم حاجه نشيل الدقيق الزياده والبقسماط الزياده. هحطها بقى في الفريزر لمده ساعه على الاقل قبل ما اقليها، تمام. ساعه ساعتين زي ما تحبي. انا بعمل كمان كميه وبخليها كده ايه يعني في الفريزر وقت ما انا عاوز اطلع واقلي. عندي بقى يا بنات زيت سخن وهبتدي اقلي البانيه. اهم حاجه الزيت ما يبقاش سخن زياده عن اللزوم عشان البانيه ما ياخدش لون من بره ويكون لسه ما استواش من جوه. اول حاجه يبقى سخن، بعد كده نهدي النار لمتوسطه لحد ما البانيه يستوي. طبعا يا بنات في التسويه مش بياخد وقت كتير لان طبعا الفراخ مفروم فمش هياخد وقت في التسويه، بس اهم حاجه كده نقلبه كل دقيقه كده عشان ياخد لون واحد، تمام. هبتدي بقى ان انا ارفعه من الزيت. طبعا انا شايفه اللون كده تحفه جدا، انت عايزه تغمقي عايزه تفتحي زي ما تحبي. المهم رفعته كده من الزيت وهبتدي ان انا اقلي الكفته. طبعا هقلي في زيت سخن اول حاجه لحد ما الكفته تتشمع، بعد كده هدي النار لمتوسطه وهبتدي كده كل دقيقه كده ايه اقلب الكفته لحد ما تاخد لون ذهبي. طبعا كمان الكفته ما بتاخدش وقت كمان في التسويه. هبتدي بقى هنا اللون طبعا انا شايفاه تحفه جدا. ابتديت ان انا ارفعها من الزيت، انت عايزه طبعا تغمقي تفتحي زي ما تحبي. ايه رايكم بقى يا بنات في الطبق القمر ده؟ مين بقى يصدق الطبق القمر ده بصدر فرخه واحد؟
شايفين شكله ازاي؟ ما شاء الله زي العسل. طبعا سهل وبسيط وموفر جدا، والاولاد طبعا بيعشقوه. بتمنى بقى النهارده الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.